كمان ان احنا في مرحله تحديد الجمهور المناسب ما بنبقاش عارفين مين هو الجمهور اللي انا ممكن ابتدي اوجه له الكامبين بتاعته. طيب ليه؟ علشان انا ما عنديش اساس وهو الماركتنج نفسه. انا كديجيتال ماركتير حافظ سيستم معين او داشبورد معينه بمشي اطبق عليها شويه بروسيس وشويه ستبس، لكن البيز نفسه الماركتنج نفسه هو اللي عندي فيه مشاكل. عشان كده انت مهم قوي تدرس ماركتنج قبل ما تدخل تتخصص في مجال الديجيتال. ليه بقى؟ لانك هتفهم يعني ايه كونسيومر، يعني ايه مستهلك. طيب تحديد الكونسيومر ده بيتم ازاي؟ بيتم عن طريق 3 ستبس او 3 موديل اساسيه ببدا اشتغل عليهم. يعني اولهم كده اللي هو الاس تي بي زي ما احنا شايفين. الاس تي بي ده هو عباره عن 3 اعمده او 3 خطوات رئيسيه بتبدا تطبقهم في السوق بتاعك، اللي هي سيجمنتيشن، تارجتنج، بوزيشننج. طيب يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي حجم جمهوري بتاع حوالي 10 20 مليون عميل. طب ال 10 20 مليون عميل دول كلهم نفس الكونسبت، كلهم نفس الفكره، كلهم نفس اللغه، كلهم نفس الاهتمامات، كلهم نفس النوع، كلهم نفس الفئه العمريه؟ اكيد لا. عشان كده احنا بنعمل حاجه اسمها سيجمنت. سيجمنت دي يعني تقسيم، شرايح. بنبدا ناخد السوق بتاعنا ده كله ونقسمه لمجموعات صغيره، نبدا نفهم مين المجموعات دول علشان نبدا نخاطبهم باللغه المناسبه. اذا انا عندي السوق الكبير بتاعنا هقسمه لمجموعه شرايح، وبعد مجموعه الشرايح هدخل على المرحله الثانيه وهي التارجتنج. التي بتاعت الاس تي بي، التي دي عباره عن ايه؟ يعني استهداف. يعني انا همد ايدي ادخل على السوق المناسب وابدا اخد منه الشريحه المناسبه. زي مثلا انا واحد بقدم ملابس اطفال، فانا عندي سوق كبير قوي زي الامهات، زي الجد مثلا والجده، زي الاباء. فدول 3 شرايح او 4 شرايح مناسبين ليا. انا بقى هبدا امد ايدي واخد انهي سيجمنت او انهي شريحه من الشرايح المناسبه بتاعتي. فده برضو خطوه ثانيه من الاس تي بي. طيب بعد ما ادخل على المرحله الثانيه واخد الشريحه المناسبه، اروح بقى على الخطوه الثالثه وهي البوزيشننج. البي دي اللي هي عباره عن ايه؟ ايه هي المسج اللي انا عايز اوصلها للشريحه دي؟ يعني مثلا لو انت بتبيع ملابس اطفال، فانا عايز اروح الام دي عايز اوصل لها رساله معينه. ايه هي الرساله؟ ان احنا مثلا الملابس دي هتكون ملابس امنه على طفلك، ملابس مرنه على طفلك، وهكذا. فانا هروح اوصل مسج ايه للشريحه بتاعتي. اذا انا السوق بتاعي الكبير ده هقسمه ل3 حاجات: سيجمنتيشن، هدخل اخد منه شريحه، تارجتنج، وبعد ما احدد الشريحه المناسبه هوصل له رساله عامله ازاي بالظبط. وده موديل اسمه اس تي بي.